قبل أيام من الآن، بل قبل سويعات من الآن، كنا نقول أهلا يا رمضان، وها نحن نودع ذلك الضيف، نودع ذلك الضيف العجول، ذلك الضيف الذي استعجل الخطى كلمح البصر. مضى رمضان لنقول اليوم مهلا يا رمضان. أحبتي، ما بين أهلا ومهلا صفحات عمر تطوى، ما بين أهلا ومهلا أيام تمضي سنعرض يوما أمام الله. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي، مضى رمضان، وما بين أهلا ومهلا، وهذه الأيام التي مضت كلمح البصر إنها تشبه أيامنا التي تمضي وستمضي. فها نحن مثل رمضان، ما نحن إلا ضيوف. لقد كان رمضان ضيفا، وما نحن والله إلا كرمضان ضيوف. مضى رمضان بهذه السرعة وسنمضي نحن بهذه السرعة. بالأمس كنا أطفالا والآن كبرنا، مضى بنا العمر وتمضي بنا الحياة. فرمضان هو بين أهلا ومهلا، وأنت بين شهادة الميلاد وبين شهادة الوفاة. أنت بين مبروك ما جاك وأحسن الله عزاك. نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هناك طفل الحاشية، ونغادر الدنيا كما ترى متشابهون على قبور حافية. أحبتي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يقفوا وإنما استقاموا. مضى رمضان، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى ومضى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مضى رمضان، ورب رمضان هو رب شوال، رب رمضان هو رب شعبان ورب رجب ورب الشهور كلها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فيا أيها الكرام، مضى رمضان وانتهى، لكن لم تنتهي العبادة بعد، فما زال في العمر بقية، ما زال في العمر بقية للركوع وللسجود. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل. لذلك أيها الكرام، لننظر إلى أنفسنا بعد رمضان. هل سنثبت بعد رمضان؟ هل سنثبت بعد رمضان؟ هل تلك الصلوات والدمعات والركعات والسجدات ستبقى بعد رمضان؟ فيا أيها الكرام، سألتكم بالله من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تثبتوا بعد رمضان، لأن الموت الذي لم يأتي في رمضان قد يأتي بعد رمضان. فالتبات بعد رمضان. لا تهجروا كتاب ربكم بعد رمضان، لا تهجروه بعد رمضان. فليكن لكل واحد منا كما كان يستأنس بكتاب الله عز وجل في رمضان، فليكن أنيسك كتاب الله بعد رمضان. لقد كان الصحابة يودعون رمضان 6 أشهر بالدموع، يودعونه بالدموع، وكانوا يثبتون، لأن رمضان مدرسة لما بعده.
رمضان مدرسة لهذه الروح. إن سابك أحد أو شتمك أحد كان شعارك اللهم إني صائم، فليكن شعارك اللهم إني صائم طوال العام. لقد كنت تنتظر أذان الفجر لتتسابق للحاق ببيت الله، فلتتسابق تلك الأقدام بعد رمضان. أيها الكرام، رمضان القادم لن يشهده بيننا إلا الأحياء. ها نحن شهدنا رمضان وكتب الله لنا أن نشهد رمضان، لكن رمضان القادم لن يشهده إلا الأحياء، فلا ندري هل سنبلغ رمضان القادم أو لا. كم من الناس كانوا معنا في رمضان هذا لكنهم لن يشهدوا رمضان القادم، لن يشهدوه. لكل أجل كتاب. لهذا أيها الحبيب، انظر لنفسك الآن بعد رمضان، انظر لقلبك الآن بعد رمضان. لا يكن آخر عهدك بالصلاة رمضان، إياك أن يكون آخر عهدك بالصلاة ليلة العيد، لا، بل الآن لا بد أن يزداد قلبك إيمانا ويقينا وثباتا. فأنت الذي ذقت حلاوة الإيمان في رمضان أتترك الصلاة بعد رمضان؟ أنت الذي ذقت حلاوة الإيمان في رمضان أتترك القرآن بعد رمضان؟ أنت الذي ذقت حلاوة السجود والركوع والدموع أتترك هذا كله بعد رمضان؟ فالتبات أيها الناس بعد رمضان. واعلموا أن تلك الرحمة وتلك المغفرة التي كانت في رمضان ستبقى بعد رمضان. فأنتم أمام باب الرحيم، أنتم أمام باب الكريم. قفوا على باب الله، بذنوبكم قفوا، بعيوبكم قفوا، بكبائركم قفوا. قفوا على باب الله، حتى ولو كنتم مثقلين بأحمال الذنوب وبأحمال المعاصي ما زال يناديكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ولو كنتم أصحاب ذنوب، ولو كنتم أصحاب كبائر ومعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله. لقد ابتعدتم عنه لكنه ما زال يناديكم يا عبادي. عصيتم، أذنبتم، ما زال يناديكم بكل حنان وبكل رحمة عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قفوا ولو أخطأتم، قفوا ولا أذنبتم، ولا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. من أتاني يمشي أتيته هرولة، من أتاني من بعيد تلقيته من قريب، من أتاني من بعيد تلقيته من قريب. إنه الله جل في علاه. فالرجوع الرجوع، والتوبة التوبة، والعودة العودة. وليكن عهدك الآن هو عهد جديد بعد رمضان، لأن هذه الروح إن تغيرت بعد رمضان وإن عادت كما كانت قبل رمضان هذا فهذه مصيبة. قلبك ما زال أبيض بعد رمضان، فاثبت حتى تصل رمضان القادم وأنت ما زلت في رمضان هذا. هنيئا والله لمن كانت حياته كلها رمضان، هنيئا والله للذي يعلم أنه بعد رمضان سيمضي إلى الله عز وجل بنفس الروح التي كانت في رمضان. أسأل الله جل في علاه كما بلغنا رمضان هذا أن يبلغنا رمضان القادم وهو راض عنه. لم تنتهي العبادة بعد أيها الكرام، لأن الصالحون مواسم العبادة عندهم لا تنتهي أبدا. فمن صام رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه
من شوال كان كأنه صام الدهر. فهنيئا لمن ينتهون من عبادة وينتقلون إلى عبادة. لماذا جاءت الست من شوال بعد رمضان؟ ليقول الله عز وجل لنا ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة لا تنتهي ليلة العيد، بل إن الصالحون يمضون إلى الله. كما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قيل يا إمام متى يرتاح المؤمن؟ متى تنتهي من رمضان تذهب إلى 6 من شوال، ما هي إلا أيام قليلة و10 من ذي الحجة، وتنتقل من عبادة إلى عبادة، ومن صلاة إلى صلاة، ومن وضوء إلى وضوء، تتنقل بين كل العبادات من تعب إلى تعب. متى يرتاح المؤمن؟ قال لا راحة للمؤمن إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. هنيئا لكم والله يا من سجدتم وركعتم وبكيتم في العشر الأواخر من رمضان. هنيئا لكم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنيئا لكم ما عند الله، هنيئا لكم تلك البشريات في رمضان. كما قال بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموت بكت ابنته فقالت وحزناه، قال لها لا تقولي وحزناه بل قولي وفرحاه، بل قولي وطرباه، غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وبإذن الله جميعنا اليوم نجلس هنا، لكن غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أختم بأمرين. الأمر الأول أننا في هذا العيد كثير من الناس ممن يعيش في غربة الآن يشعر حقيقة بقساوة هذه الغربة. فما أقسى الغربة على أصحابها، ما أقسى الغربة أن تأتي علينا مواسم الأعياد فلا نجد حبيبا يطبطب جراحنا ولا أخا يداوي ما تبقى من آلامنا. تأتي علينا المواسم ويأتي علينا العيد ولا نجد من يزورنا، فقد مضى الأحباب ومضى الآباء وفرقتنا الحروب. لكن أيها الكرام احتسبوا هذه الغربة عند ربكم واعلموا أنكم في سبيل الله، فما خرجتم من أوطانكم إلا اضطرارا، وإن كانت هذه الغربة قاسية لكنها ستكون لكم نبراسا ونورا يوم القيامة. فأنتم الذين لم تعطوا الدنية في دينكم، لم تعطوا الدنية في دينكم. هذا العيد يمر عاما بعد عام ونحن بعيدين عن سوريا، يأتي هذا العيد عاما بعد عام ونحن لم نعد إلى أوطاننا، لكننا على أمل أن العيد القادم سيكون هناك بإذن الله، رافعين رؤوسنا مهللين مكبرين بإذن الله رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى معنا. أقول لكم ونحن في العيد إن طبع العالم كله مع قاتلكم فإن الله معكم. والله لو أن هذه الأمة كلها
عن بكرة أبيها طبعت مع قاتلكم ومع ذلك الطاغية الأمة كلها، والله لن ينقص من وعد الله شبرا، والله لن يؤخر وعد الله ثانية، لأن الله وعد أن يقسم الظالمين ولو بعد حين. فلا يضركم من خذلكم، لا يضركم من خذلكم، واعلموا أنكم على موعد مع النصر، لأنكم في عين الله وليس في عين مجلس الأمن، لأنكم في عين الله وليس في عين أمريكا. أنتم في عين الله، أنتم في كنف الله، والله تعالى يرى كم شردتم، كم قتلتم، كم راح الأيتام والأطفال والأرامل والنساء، كم دفن الأطفال أحياء، كم حرق الرجال، كم قتل الرجال وهم ينادون كيوم بدر وأحد أحد، ولم يعطوا الدنية في دينهم. الله يراه وسينصركم ولو بعد حين. أما الأمر الثاني أيها الكرام، ونحن نرى هذه الأيام وقد أتى العيد وجاء العيد وما زالت فلسطين محتلة، وما زال المسجد الأقصى أسير، ما زالت بلاد المسلمين كلها تئن وتصرخ وتستغيث، ما زال جرح بلد من بلاد المسلمين هذه الأيام يسيل، ولا عين ترى ولا أذن تسمع. ما زال ذلك البلد الذي اجتمعت فيه ثروات الدنيا كلها، لكن أبى هذا العالم الظالم إلا أن يسرق هذا البلد وأن يقسمه. السودان ذلك البلد الجريح، السودان ذلك البلد اليتيم الذي جاءه العيد، وبأي حال جاءه العيد، وكل يوم يسيل فيه دم الشهيد. السودان الذي جاءه العيد هذه الأيام وهو يذبح من الوريد إلى الوريد. السودان الذي جاءه العيد هذه الأيام وقد خانه وتخلى عنه القريب والبعيد. هذه الأيام دماء المئات تسيل في الشوارع. لماذا؟ لأنهم يريدون لهذا البلد أن تسرق ثرواته الذي صنف عالميا أنه سلة الغذاء العالمية، الوطن الذي هو سلة الغذاء العالمي، تسال دماء أطفاله في الشوارع، ويريدون أن يقسموه وأن يتآمروا عليه. هذا هو العالم، هذا هو العالم الكاذب. لا يريد لكل بلد مسلم إلا أن يقسم وأن يجرح، لكن ذلك النيل الصافي، ذلك النيل البارد سيعود بإذن الله عز وجل صفيا قريبا بإذن الله، وستشرق الشمس رغم كل أحزان هذه الأرض. ما جاءنا العيد إلا بعد صوم، وسيأتينا بإذن الله عيد النصر والفلاح والتحرير، إن كان في سوريا أو في فلسطين أو في السودان أو في العراق أو في ليبيا، سيأتينا رغم ذلك الصوم العظيم الذي هو صيام الكرامة الذي تصومه هذه الأمة. لكن سيأتي العيد وسيأتي الضياء بإذن الله عز وجل. أيها الكرام، أقول ختاما إن الله عز وجل هذا اليوم أمركم بالفرحة، أمركم الله بالفرح فلا تعصوه بالحزن. إن الله عز وجل أمركم هذا اليوم أن تتقربوا إليه بالفرح فلا تعصوه بالحزن. عودوا إلى بيوتكم وارموا أحزانكم خلف ظهوركم، وأفرحوا أبناءكم وأطفالكم،
وعلموهم أنه اليوم عيد هنا وغدا عيد في بلادنا بإذن الله عز وجل. امسحوا دمعاتكم واذهبوا إلى بيوت الشهداء، اذهبوا إلى بيوت الذين حرموا، اذهبوا إلى بيوت الفقراء في هذا اليوم، تحسسوا تلك البيوت. كم من الناس فقدوا لهم أبناء سواء في الحرب أو سواء في الزلزال الأخير الذي حدث. اذهبوا إلى بيوتهم وطبطبوا جراحهم، فهذا هو العيد الحقيقي. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب. اللهم اغفر لنا الذنوب وقنا شر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مكروبا إلا فرجت كربته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا أسيرا ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم ردنا إلى بلادنا سالمين غانمين، اللهم ردنا إلى بلادنا سالمين غانمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم أرنا به وبجنده يوما أسودا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم عز النصير فانصرنا، اللهم عز النصير فانصرنا، اللهم عز النصير فانصرنا. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى فاتحين محررين مهللين مكبرين. اللهم وارزقنا الشهادة على أسواره مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين.